أنا ما بدي موت، ما بيصير إني موت. لا، أنا ما رح موت. أنا أصلاً ليش إجيت على أرض كل اللي عايشين فيها وحوش؟ بهي المنطقة بيزرعوا الأفيون، والشخص المسؤول عن كل هي الشغلة اسمه بارمار. هو اللي عم يحكم هي المنطقة مع سياسي كتير مهم. وبارمار في عنده عدو واحد بس، شيفراج كورجار. إذا في حدا مجرم وخطير أكثر من مانيك بارمار بيكون هو شيفراج كورجار. ناس كتير ماتوا بالحرب بين هدول الشخصين مشان السيطرة على الشغل. اثنيناتهم ما عندهم مشكلة يعملوا أي شي بيقدروا عليه لمصلحتهم. لهيك صارت هالمنطقة مثل البركان، والحظ كان هو يلي جابني على هذا البركان. انتبه يا زلمه، شو عملت؟ خربت الدنيا. هذيك الليلة كانوا رجال شيفراج وبارمار عم يتقاتلوا مع بعض بالشارع، وبين كل هالإجرام والموت شفت البنت اللي رح تكون حب حياتي. هات لشوف شو اخبار زعيمك تاكا؟ تاكا هلا طالع خلقه كتير وما رح يقبل ابدا انه يزيد حصتك من الافيون شو ما عملت. ليش انت ما بتحاول تفهمه؟ انت كتير شاطر بهالشي، مثل ما بتعرف تضخم صار كتير كبير، وهو اذا ما قبل ما رح نقدر نتحمل هالتضخم. مثل ما لك شايف كانوا يقبلوا ب5000 صار بدهم 20. يعني بدك تزيد المعدل 400%، ما هيك؟ طول بالك يا استاذ سوانت، اذا ما عم تفهمني مين بده يفهمني؟ اعمل لك نظرة على هالبيت، من سنتين ما قدرنا ندهنه. جدي لما عمره كان كتير مبسوط، شوف كيف كان قوي، كانت ايام عزه. بس يا حرام شو صار فيه، هيك كانت اخرته. شو؟ كل يوم عم ينزل سيارات جديدة على السوق، وانا من زمان على نفس السيارة. ليش؟ انا كمان بدي يصير معي مصاري، بدي اغني وارقص وفوت واطلع واتسلى كتير وروح على السوق واشتري اللي ببالي. شو قلت؟ شو بيطلع بايدي اذا تاكا مو قبلان يسمع بنوب؟ ساعتها اخي رح يبيع البضاعه لحاله بالسوق السوداء برا، ورح يصير عنده شعار مشان الدعايه. لو بتروح على المريخ رح تلاقي فيه بضاعه إلنا. اما تخاطر بشي مالك قده بنوبها، اذا مفكر رح تصل للسوق السوداء انسى هيك افكار احسن لك. يعني انت مفكر انه تاكا رح يتركك بحالك؟ تاكا ما رح يرحمك ابدا. عم تفهم؟ عم تفهم؟ دير بالك. شو صار معك عن شيفراج؟ يمكن ما رح يطلع بإيدي إنه اشتغل لحالي بالسوق السوداء مثل ما عم بتقول، بس إذا بيحاول معلمك تاكا إنه يحط رجله عندي هون بهالضيعة بشي يوم من الأيام، أنا بدي أحرقه وهو عايش. لا تلعب معي مرة تانية، أنا زلمة مثل الأفيون مضر كتير بالصحة. بارمار شو قال لك طيب؟ هو التاني عم يكبر راس مثل شيفراج يا معلم. هدول الاثنين ما عاد في براسهم ولا ذرة عقل. لما حسوا بشوية قوة بلشوا يكبروا راس. أول نجاح صغير خلاهم يعيشوا بالأوهام، وكمان نسيوا مين بيكونوا ومين بكون أنا. بس صار كتير صعب انه يرجعوا يشتغلوا معنا.
بس كتير سهل انك تخرب لهم كل شغلهم. كيف يعني؟ بدك تعرف كل شيء. عفوا معلم، ما كان قصدي. يلا قوم، وصلت شحنة المعلم شفراج. ايه معلم؟ ما بدي اياك تعمل ولا غلطة، ما بدي ولا حدا عايش بهالشاحنة وبتصادر البضاعة. حاضر معلم. طلع، يمكن هاد من رجال بارمار، ما ترحمه، دعس على السريع. كأنهم تأخروا، ليش لهلا ما وصلوا؟ طيب فيني اسألك سؤال؟ اسأل. نحن ليش ناطرين الشاحنة اللي تجي؟ نحن جايين نسرق البضاعة. خلص اسكت، تعال نشوف وين صارت. ولك شو صاير بالشاحنة؟ ولك وين راحت البضاعة؟ يا معلم، في مين اجا وسرق البضاعة قبلنا؟ انت مجنون او صاير لعقلك شي؟ شو عم تحكي؟ أنا كمان ما كنت مصدق هالشي وقت شفته. ما كنت مصدق هالشي، شلون بدك يعني صدق؟ حدا سرق بضاعة شفراج ومو نحنا؟ ما بعرف يا معلم. بدك تعرف هالشي وتلاقيها. يا أما رح كسر لك أعظامك بإيدي هدول، فهمان؟ ولك دب. اعمل يلي قلت لك عليه. برافو عليك. كنت بتحقدي، أنا بهنيكي. يا معلم، حظك اليوم منيح، ما رح حدا يقدر يأذيك، كل أمورك رح تصير أحسن وأحسن، وأهم شيء إنك رح تنسى قصة سرقة البضاعة اللي صارت امبارح. يا معلم، طلع، هذه اللي سرق لنا البضاعة. هي أنت كتير قصير، ومع هيك عم تتطاول علينا. بالأول سرقت لنا بضاعة وهلا عم تتمسخر علينا كمان؟ أنا ما سرقت لكم البضاعة، أنا كنت عم بحميها من بارمار. ضاعتكم هلا بأمان، ليكها محطوطة ورا البيت. طيب هلا شو بدك مني؟ أنا ما بدي منك غير إنك تقبل تشغلني معك. عجبتني هالفكرة. شفت شلون عجبتك؟ انت شو اسمك؟ راج كومار، روميو راج كومار. يا مجنو، شوف لي إذا في عندك شغل لروميو. خذ. يا معلم، شكله هالشاب كتير شاطر، خليه معنا. روح، يلا نلعب. بسيطة، عم تتمسخر علينا مشان تشوف حالك؟ هلأ شوف شو رح أعمل فيك. ايه انت يا غبي، ليش ما بتلبس ثياب داخلية؟ ليش انت بتلبس ثياب داخلية؟ خلاص. يا معلم،
سمعت انه شيفراج عم يفكر يجي لهون ويفتح بار بالسوق. بدي اياكم تفجروا له اياه وتدعسوه مثل الحشرة. اشتغل على مهلك، يلا روح. حاضر معلم. كمل. طيب معلم، بدك يانا نفجره ولا ندعسه مثل الحشرات؟ تعال هون بلا كتر حكي، يلا امشي. أول مرة تحب يا قلبي، أول يوم أتهنى، ولي ما أحلاها البنت. من أول ما شفتها صرت شوف كل شي بحياتي حلو، لك حتى أنت شايفك حلو. لك يلا يلا على السريع. بس تلمس السيارة الخيط رح تنفجر القنبلة من الجهتين. شو؟ لا شو؟ هو نفد المرة الماضية. ايه بلكي كمان هالمرة ما مشي الحال. غبي. يلا تخبوه، رح يوصلوا بسرعة. وصلت السيارة. يلا قوم على السريع، قوم اتحرك يلا. لك يلا بسرعة. تعرف انه هذا اليوم يوم حظك يا اخي؟ كل الحظوظ عم تدعم مشاريعك. انت اكيد حياتك مباركة كتير اليوم. يا معلم دير بالك. شفت؟ هذا الندل عم يحاول يقتلنا بنص النهار. تعال هون. شو لا؟ لك وين رايح؟ تعال هون. بعدوا انتبهوا. شو هاد؟ هلا بدك تحكي لي كيف عرفت انه في قنبله على الطريق؟ العصفور يلي خبرني ليكو هنيك. لما كنا ماشيين بالسيارات انتبهت انه العصفور كان واقف بين الارض والسماء، مثل كانه واقف على شيء، وشغلت مخي شوي. وبالوقت المناسب كمان. من اليوم انت ايدي اليمين. مثل ما كنت عم لك يا اخي، اليوم ما حدا رح يقدر يقرب عليك او يأذيك. هداك العصفور اليوم انقذك وقت انفجرت القنبله. شفت شو قويه النار اللي طلعت؟ تعرف قديش صار لي عم اشتغل معه؟ 14 سنة. بالاخير انت صرت ايده اليمين. 14 سنة؟ وليش متعب حالك كتير؟ لازم ترتاح. الزعيم كان معه حق، انت عن جد طلعت كتير شاطر. برافو. شو؟ لا تطول ايدك. روح. عم احكي معك. لك روح. قلت لك لا تطول ايدك. إيه؟ معلم، اليوم رح يوصل النائب أناندراج بالقطار ليشوف بارمار. أناندراج ولاكا هن سبب بقوة بارمار، بس نحن إذا خلصنا على كل يلي داعمينه بحياته ما رح يقدر يوقف. خلصوا عليه. حاضر يا معلم. على جميع الركاب الانتظار في المكان المخصص. إذا نزل من هي الجهة أنا رح أقتله، وإذا نزل من هديك أنت اقتله. يرجى الانتظار على البوابة رقم 5. بعده شوي عن الباب يا شباب. مرحبا أستاذ. أهلين كيفك أستاذ أناندرا؟ جيب لي غراضي، شو في ما في؟ كل شيء تمام. كثير حلوة. كيف كانت كثير رحلتك وغيرت عبوبة؟ جو هنيك كمان. والطقس كثير كان حلو على فكرة، وما كنت متوقع أكيد طبعاً ولو. غيرت جو وتسليت كثير. كانت الرحلة عشو عم تتفرجوا؟ روحوا جيبوا لي اياه لعندي. يلا وين كنتي؟ عم دور عليكي. أنا كنت ناطرتك أنا هني. قلت لك تنطريني هون. يلا بسيطة. هي يا مسطول،
شو عم يصير معك؟ لو ما اجيت وقتلته كان رح يقتلنا اثنيناتنا. انا هلا ميت اساسا. شو؟ ميت بجمال حبيبتي. حبيبتك؟ ايه هي إيه؟ لك هذا الغبي هو يلي خلاني ضيعه. يلا امشي، الزلمه ميت. مع مين عم تحكي؟ شو هاد؟ حضرة النائب ميت. الو، المكالمة إلك. تعال استاذ شفراج معك على الخط. يلا جاي. قتلوا النائب أناندراج اليوم. شو لازم أعمل؟ انت تصرف. وين بلاقي لاكا؟ بالمزارع القريبة من الجبل. اقتلوه. هي يلا يا معلم، قديش بدي وقت ليصير جسمي مثلك؟ بس امشي معي. دوليا، ليش البنات لهلا ما وصلوا؟ ها ليكن هلا وصلوا. ليش هيك واقفين؟ يلا فوتوا، دلكو كتير منيح. ها ايه انتوا ليش هيك كتير ناعمين؟ دلكوني بقوة أكبر. يلا. ولهالدرجة ولكوني حلولي شوي، مو هيك المساج. تعرف شغلة؟ لاكا بيرجع مثل الولد الصغير لما يكون قاعد لحاله مع البنات. ولك حاج مع مسخرة، اشتغل منيح. يلا كملي. كيفها؟ شو أخبارها؟ يلا امشي. يلا بسرعة، روح على اليسار. لك لوين انت رايح؟ لك يا ندل، كان بدك تفجرنا مو هيك؟ انا رح اقتلك بايدي هدول. هي مجنون لغيرك بيختار. شو مو شايف قدامك يعني؟ نامي احلامي في ايدك بايدي حتى دمع عيني. رح اضربك اذا ما بتصحصح. مع انه يمكن حبك يقتلني لكن ما في. بدك تروح من وشي ولا بهرر لك اسنانك هلا؟ غبي. حاسس انه كل شيء بجسمي تكسر. شباب، شفت لي حبيبتي شي؟ تعرف تسوق منيح مو؟ انت وحبيبتك انا رح فرجيك. تعال هون شوف، بسببك انت وحبيبتك انا كنت رح اموت لانك تركتني ورحت. انا قتلته بس ما تفكر اني رح سامحك. رفقات؟ هلا تذكرت انه نحن رفقات؟ اليوم بدي اقتلك بايدي. لك بس فهمني شو عملت لك انا يا حبيبي.
طيرتي لي عقلي. ضليت كل هالفترة بس لتعرف وين جزته للاكا وتجيب لي اياها لهون، وهلا انت واقف قدامي هيك وعم ترجف مثل الجبان. بس هدول الجماعة كتير رواية يا سيد بارمار، مثلك يعني. وانت اكيد بتعرف انه انا ماني لا معك ولا مع شفراج، انا بس عايش على الحسنات تبعكم. بس عندي فكرة، انت ليش ما بتقعد مع شفراج وبتتفقوا؟ مشان ياخد راحته هو عم يقتل لي رجالي، ما هيك؟ ها؟ وانا ضل عم ببكي عليهم عطول وضل لحالي. لا بس اذا ما رضي يتفق معك بتقتله، اما اذا رضي بيضل انت فيك تقتله بعدين. هذا الحل اللي قدامك. جهزوا لي موعد. ليك ايه بارما، ليش بدك تشوفني هون؟ حابب نتفق على شيء؟ قتلت لي 2 من اهم رجالي. ايه بس مو هو اللي كان بده يقتلني؟ بس لسه في عنا وقت. حط ايدك بايدي يا اما رح يكون اسمك المره الجاي بالقائمه. ها هي انت مفكر انه انا طلبت شوفك هون مشان نعمل اتفاق بيني وبينك؟ انت ما رح تروح من هون وانت لساتك عايش، فهمان؟ انا رح اروح على السياره. هاي الخطة عبقرية. بتعرف شو رح يصير؟ أنا ما رح أجيب غير واحد من رجالي وبس، وهو رح يوقف رجالك عند حدهم. لا تستغرب يا أستاذ بارمار، أنت دفعت لي مبلغ بس هو دفع لي أكثر منك، وأنا خبرتك من قبل. أنا ما بقدر وقف غير مع اللي بيدفع لي أكثر من الثاني، وأنا قلت له نفس الفكرة للمعلم شفراج. يا خاين. هي مو أنت، روح أنت. لا شو انك محظوظ. هي شو انت بعت لي ولد صغير مشان يقتلني الي؟ هي تعا مشان احملك وضل هزلك لحتى تنام. بارمار ولا حرف بدي اسمع، احسن ما كسر لك راسك هلا. هي شو يا مساطيل عم تتفرجوا؟ روحوا اقتلوا له. شو بعد هيك يا زعيم، هذا الوقت المناسب.
وعساس شوفك. فيك تشوف منى بالمشفى بعد شي نص ساعة. انت منى؟ شو بكم على شو عم تتفرجوا؟ روحوا اضربوه. ايه انت يلا حاملني، خدني لهنيك. حظه حلو، منيح اللي ما غلط وقال له انه بده اياه يغير له الحفاض كمان. ها؟ هلا اسمع منيح، يا منتفق يا اما بتموت. في شغلة تانية، لا تفكر تلعب معي، لأنه أنا مثل الأفيون مضر بالصحة كتير. شو يا أجدب؟ بدك تضل حاملني وتفكر؟ يلا نزلني. روح. اتفقنا؟ شكرا، برجع بحكي معك. معلم، هدول من المافيا الروسية، إذا ما أخذوا البضاعة بالوقت المحدد رح يعملوا لنا مشكلة. صحيح، كنت بدي أقول لك مشان شفراج وبرام الوضع تعقد، ما بنقدر ناخذ البضاعة لهنيك، هالشي مستحيل. أنا كم مرة بدي فهمك إنه هي طبيعة شغلنا. طيب شو رأيك وقف شغلي لأنه رجالي خايفين؟ أكيد لا. صبور شوي لكن. صبور. دخيله انتي تعي نرقص. سيداتي وسادتي، هذا عرض ساحر، هذا عرض ملتهب من أيدي. أنا قصدي بالسؤال مين أكبر، الحب ولا الصداقة؟ صداقة. ليش؟ سهلة، لأنه الحب مثل المخدرات، أنت وقت تاخذ هالمخدرات بتعيش لحالك بعالم تاني، أما الصديق بتلاقيه واقف جنبك ما بيتركك أبدا. بس بصراحة أنا حابب جرب مخدر الحب، ما بعرف وين بدي لاقي هديك البنت الحلوة. تعالوا وانضموا إلينا. ليك هني يا حبيبي. لا تفوتوا شباب، لك هلا بتاكل قتلة مثل هديك المرة؟ لا ما رح آكل قتلة. أنا متأكد من هالشي. هذا يلي شاطر فيه. ليكي كيف خربوا الاحتفال كله؟ شكله في واحد عصيان جوا البيت. لك وين الرجال؟ ما في شي واحد بيقدر يفوت وينقذ هالمسكين يلي علقان جوا؟ طلعلي جوزي، طلعوا لي جوزي. شو هالفوتة هي؟ ضروري أعمل حالي رجال؟ هلا كيف بدي أقدر أطلع لبرا؟ في حدا هون؟ في حدا؟ يا ريتني ما فتت، يا ضيعان شبابي. بس أنا لسه ما شفت شي من هالدنيا. في حدا هون؟ في حدا هون؟ لك وينه هذا الرجال؟ معقول أنا خاطرت بحياتي مشان فوت وطلع هاي الجثة؟ بدي مي. عايش؟ مي. طيب مي. مي؟ مي. مي. مي باردة ها. ايه؟ لك مو شايف البيت عم يحترق؟ ضروري تشرب مي باردة يعني؟ بدي اشرب. رح اجيب لك. سرعة. تفضل. ايه طول بالك يا ابني. خذ صب لي مي باردة.
اشرب. يلا يلا قوم خلصني. قوم يلا قوم. ابني انا ما راح اطلع من هون ابدا. مرتي صار لها 50 سنه منكدة علي عيشتي ومو مخليتني اتنفس. قلت لك انا ما بدي اطلع من هون. خلص انا لا عاد سمعني صوتك. يلا قوم. عم اقول لك ما بدي اطلع من هون. اذا طلعت من هون هلا راح تقتلني مرتي. ساعدوني. عم لك ما بدي اطلع، فوتني لجوا. هلا مرتي بتقتلني. رجعني لجوا. أنا مو عرفانة كيف بدي أتشكرك يا ابني. شكرا كثير لأنك أنقذت لي هالمغضوب. لك شو صاير لك؟ ضليت عامل لك البيت عم بيحترق بس حضرتك كنت سكران، ما كنت ترد علي وأنا أصرخ. شكرا. صح في كتير عالم هون بس طلعت أنت الرجال الوحيد. أنت عن جد بطل. دير بالك منيح على حالك. لازم روح. فرصة سعيدة. يا ريته ما طلعني من جوا. يلا 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 يلا. هي هي شفتها وقت وقفت معي وحاكتني؟ ليش مين انت؟ هي انا راج كومار. شوف حالك يا اجدب. شكرا. صح في كتير عالم هون بس طلعت انت الرجال الوحيد. انت عن جد بطل. دير بالك منيح على حالك. اكيد تشاندا وقت شكرتني ما كانت عرفانه مع مين عم تحكي. امشي معي لشوف انا بورجيك. يعني فوتي انا على البيت المحروق ما استفدت منه بشي؟ كيف؟ معقول ما حسيت انه البيت عم بيحترق؟ يلا استعجل لك شوي بقى، لازم ضل عم بهدل فيك يعني. عن جد هالشاب غير شكل، طلع قلبه قوي وما بيخاف. بتعرفي انه ندمانه اني ما طلبت رقمه؟ خلص اسكتي، هو عمل كل هالشي بس مشان يلفت نظري. خاطر بحياته وفات على بيت عم بيحترق ليلفت نظرك. شو يعمل أكتر من هيك مشان تحبيه؟ شاندا انتبهي. هاي انت مجنون شي؟ اول مرة خليتني اضربك، بعدين لحقت سيارتي، واليوم نطيت بالنار، وهلا عم تلحش حالك قدام سيارتي. معناها انت عرفانة كل شي. انت بتعرف مين انا؟ انت بنت وانا شاب، شو بدنا اكثر؟ ايه انت شايف حالك على المراية؟ حتى طولك مو مناسب لإلي. هلا صارت المشكلة عندك طولي؟ انت شفتي وزنك؟ عم بحكي مثلك. شبك ليش هيك عم تطلعي؟ انت مين مفكر حالك؟ كل يلي عم يتقدموا لي عيالهم غنية وبس بدهم موافقتي، عم تفهم؟ هي انا الوحيد اللي بحبك. ليش ما بدك تفهمي هالشي؟ قال عرسان من عيال غنية. قال هي إذا بيقرب عليك شاب واحد رح يقتله مين من كان يكون. أنت ما رح تتزوجي حدا غيري، عم تفهمي؟ أنا رح ضل وراكي كل الوقت. تذكري هالشي. الحب ما بيعتمد لا على الطول ولا على الوزن ولا على الغنى. الحب بيطلع من هون، من القلب. أنا بعرف حالي إني غلطان، بس أنا ما سرقت غير قنينة وحدة. أنا بترجاك تسامحني، سامحني. أنا بعدك ما بقى أعيدها. زعيم صار الغدا جاهز، تفضل. سامحني عن جد؟ سامحني بترجاك. ولا كلمة، ابكي هنيك. إذا بدي أسمع صوتك بدي ألحشك جنبه. أنت شو رأيك؟ شو لازم أعمل؟ بسيطة زعيم، غطس قطع الدجاج بزبدية الخل وشوف كيف رح يطلعوا. رح يطلعوا كتير طيبين. اي أنا عم بحكي عن بارمار. شكله صوته عليان بهاليومين. روح وسكته. ماشي يلا امشي، بس بدي افهم انت ليش بتحط حالك بمواقف بايخة؟ اي
تعال حط لي شوي خل اشوف. مرحبا، أنا عندي أخبار حلوة. تعرف إنه بكرة المساء القمر رح يتقاطع مع برجك الفلكي، ورح يكون كتير في تغيير بحياتك، وأنت لازم تعمل شي منيح بكرة مقابل هذا الخبر. وبكرة الصبح هو أنسب وقت لهالشي، مزبوط ولا لا؟ وقل لي شو رأيك، بلش بالتحضيرات من هلا؟ روح وبلش. اسمعني، بتغطس 3 غطسات بالعدد، وبعدين رح تنقلب كل حياتك. 1 2 3 عن جد من قلبي صار مثل ما كنت متوقع. شوف الحرس كيف رح نقدر نفوت. لك شوف كيف عم يطلع علي هذا التور. يا خوف يصير يلي ببالي ويهجم علينا. سبق قلت لك انه انا ما بخاف من حدا، واذا بدي شي بجيبه لو من تحت سابع ارض. انا مدعوم من 50 ضيعه يا زلمه. شو بيطلع هذا قدامي؟ لسه بده كتير هالغبي لحتى يقدر يوقف طريقي. حقير. اسف سيدي. ناديت لي عمي؟ بدي اشوفك اذا اكلتي. لا باكل بعد ما اتحمل. لا تنسي تاكلي. ماشي. شباك، هذا الزلمة طلع عمه، ما فينا نقتله. زعيم احكي معه انت. لك تضرب على هالراس بعنده. الو، ارجع انت وراج كومار، لانه التغت خطة قتل بارمار. اطلعوا بسرعة، وبكرة اخي بيحكي لك التفاصيل. شكله الزعيم لغى خطة قتل بارمار. شفت؟ هذا تأثير حبي القوي. وينك؟ لك يي علينا. شو عم تعمل؟
أنا هلأ شفت شي ما لازم شوفه، وهي أنت شفتيني، يعني صارت وحدة بوحدة. بس روح من هون أحسن لك، يلا. ليش عم تتلأمني؟ ما رح روح. حاكيني بحب وقتها بروح. هي رح عد ل3، إذا ما رحت رح صرخ. فكرني عم امزح. 1 2. اسمع، بعد ما اقول 3 رح صرخ. ثلاثة. أنا عرفان إنك ما رح تصرخي. يا أنسة، يا أنسة. يا أنسة، كل شي تمام؟ كل شي تمام. طيب ماشي، دقيقتين وبتشتغل المولدة. أنت بتكرهيني، مزبوط ولا لا؟ لا. إذا كنت حابة تشوفيني بتلاقيني بكرة الصبح عم صلي، بس إذا تأخرتي علي حامل حالي وماشي. الشغلة عندك فكري منيح. شو؟ وينك انتي؟ صار لي ساعة مستناكي هون. مرحبا، صار لك ساعة واقفة عم تستنيني مو هيك؟ ما كنت عم استناك. عن جد؟ اجيت اعتذر منك مشان يلي صار امبارح. هون؟ ايه هون. طيب اعتذري وانا بشكر القدير. وهون يا قدير، انا كتير حابب اشكرك لانك خليتني اشوف البنت قصدك عني؟ ما لا تحكي قدام حدا. مشان امبارح انا انبسطت كتير. يا معلم، حظك اليوم منيح. ليش هيك كل العالم واقفة هون برا؟ ليش هيك كل العالم واقفة هون برا؟ ايه امشي. هي بعده لشوف، الكل يفتح الطريقة من النص. يلا بعده يلا وصلنا بالوقت المناسب. ها هاي واخيرا. اهلا وسهلا، تفضل. واخيرا قرروا هن الاثنين يتفقوا يتصالحوا. عن جد هذا احلى خبر. انتوا هلا متفاجئين كتير لانه شفتونا مع بعضنا على غير العاده. انا بحب لكم انه كل شيء تغير، واتفقنا انه بدل ما نحارب بعضنا قررنا ننسى كل شيء صار. وبكل سعاده انا بدي لكم شو قررنا نصير عيله وحده.
بهي الطريقة الكل رح يكون مرتاح. هي الضيعة بدل ما يكون إلها ملك واحد صار في إلها ملكين بيحكموها، وهيك منكون حققنا السعادة الكاملة. منكون حققنا السعادة الكاملة. بملك مو خالصين، هلا صاروا 2. بهالمناسبة رح أعلن خطبة بنت أخي تشاندا، رح يخطبها الزعيم يلي واقف هون. بعدين نعم، شو الموعد المناسب للعرس؟ الموعد المناسب هو يوم الدوسيرة. حلو كتير. الشهر الجاي وبيوم الدوسيرة رح يكون يوم عرس تشاندا والزعيم. شو وينها خطيبتي؟ حابسها بالغرفة، مع اني ضربتها بس ما بعرف ليش ما عم توافق عليك. خلص تريك الشغل علي. انا رايح لعندها مشان اقنعها. حلوة، انتي حلوة كتير. ها؟ لو كان هالشي اللي عم اعمله من الشغل كنت استخدمت القوة معك، بس هي المرة الموضوع بيتعلق بالحب، مشان هيك انا عم فكر بقلبي. طيب اطلع علي منيح، قد ما دورتي انتي مستحيل تلاقي رجال مثلي، وبظن انك بتعرفي هذا الشيء. انتي محظوظة لاني اخترتك الك. الملك اختارك انتي وبس. يسلم لي الخجلان ما احلاه. خجلانة. يعني قد ما ركضت لوين بدها تروح بالاخير مرجوعه لعندي، وما راح تلاقي احسن مني لو فتلت الدنيا كلها. ايه انت جيب لي البنت. ما عم تسمع؟ جيب لي البنت. ايه انت طرشت شي؟ انت جيب البنت. تعرف رح نعمل عرس ما صار. لك شو عم يعمل هذا المجنون؟ هلا بياكلوه بلا ملح. تشاندا ما رح تكون لحدا غير. انا بحبها لتشاندا وبدي اياها. لك انت شو عم تقولوا لحيوان؟ انت جنيت يعني؟ لك انت كيف تسترجي تفكر بهالشي؟ تشاندا كمان بتحبني وبدياني انا. ولا حيوان، انت بتعرف وين واقف مع مين عم تحكي هلا؟ على ما يبدو انه بدك ترباي من اول وجديد. طيب شو رايك هلا ربطك هون واتجوزها قدامك؟ شيفراج، سد حلقك ولا والا رح اضطر استخدم العنف.
أنا بعرف أعمل شغلتين بس بحياتي كلها، يا الحب والحب والحب، يا قتال وقتال وقتال. بقدر آخذ تشاندا معي بس ما راح أعمل هيك لأني رجال والرجال ما بيعمل هيك. أنا بعمل أي شيء، مستعد أعمل أي شيء مشان المصاري، عم تفهم علي؟ معناها عارف لحالك شو بعمل مشان يلي بحبها. قلت لي العرس على الدوسيرة لكم مو هيك؟ جاهز كل شيء بنفس المكان وبنفس الوقت. العرس بده يصير بس أنا رح أتزوجها، وحاول تمنعني إذا بتقدر. معلم، أنا قدرت أعرف كل شيء عن هذا اللي اسمه روميو. هو جاي من بقالبور، مرفوع ضده قضايا بتتعلق بتخريب الممتلكات. بتعرف أنا بشو حاسس يا أخي؟ حاسس إنه رح يطلع شرطي بالأخير. أنا لهلا ما عم صدق كيف بيسترجي يتحدى أخي، بس حدا يقول لي كيف. طيب شو رأيك أنت؟ مين رح يربح؟ أنا ولا هو؟ عم بقول لك مين رح يربح؟ روق يا أخي، شو هالسؤال هاد؟ نسيان إنه أنت الملك؟ أما هو مسكين ما بيطلع منه شيء، وأكيد أنت اللي رح تربح بالآخر. كل أعدائك كلهم بدون استثناء ما حدا منه رح يقدر يوقفك، مو ناقص غير هداك الولد يوقفك. معه حق زعيم، أكيد أنت اللي بتربح. أنت ما حكيت هيك، أكيد لأنك كنت شاكك، والضيعة كلها كان عندها نفس الشك. حتى تشاندا كان عندها شك إنه أنا يلي رح أربح. أنا كان فيني أقتله وأخلص من هالمشكلة كلياتها، بس وقتها كانت تشاندا كرهتني واحتقرتني لآخر عمرها. بس أنا رجال وعندي كلمة، وأنا قلت إني رح أتجوزها، يعني رح أتجوزها. وبعد ما أخلص من هذا الحقير روميو رح أتجوز تشاندا لو شو ما كان الثمن. طولي بالك. انتي وين رايحة يا حلوة؟ مين انتي؟ بنتي هي بندو، رح تضل معك كل الوقت. طيب ليش؟ لأنك مرتي المستقبلية، ماشي يا حلوة؟ وإذا إجا هداك الحيوان لهون وحياتك رح ألحشه مثل الكلب، ما رح أسمح لحدا يلمسك أبداً. ليش ما عم بتصدقي إنه أنا بحبك وعندي إياكي بالدنيا كلياتها؟ شو ساوي إذا أنت بنت حلوة كتير؟ أكيد بدي أكون معك، ما بدي أقتلك. فهمتيني منيح؟ نفس الطول ونفس اللون. أكيد نحن خلقنا لبعضنا. يا ريت لو كان عندي شاب مثله بيحبني كل هالقد، ما كان حدا استرجى يقرب علي. أنا كنت عم أقول شاب مو ختيار. انتي حاجة تمشي وراي مثل خيالي. أنا متأكد إنك عم تفكري فيني. بصراحة مو قدراني أفكر بشي. هداك اللي ما بيتسمى قلب لي حياتي فوقاني تحتاني. كوكب زحل اليوم. أخي 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 تشاندا وراج كومار كانوا عم يحكوا على التليفون مع بعض وأنا سمعتهم. الشبيه اللي بدي يحبه لازم يكون بيعرف يرقص منيح، ولازم يكون بيعرف يحكي لغة، ولازم يكون بيعرف يقرأ شعر، ولبسه لازم يكون حلو وعلى الموضة دائما، ولازم يكون له طبعه الخاص. إذا حدا بيعمل هالشي بحبه. شاندا، هلا أكيد بدك تحبيني وقلبك بده يصير لشي فراج لحاله. أوه. أخي هذا هو أستاذ الإنجليزي، رح يعلمك الإنجليزي ب10 أيام، وتشاندا أكيد رح تحبك بعدين. صباح الخير معلم. عود، خلينا نبلش. ايه عم تتمسخر علي هلا؟ انا ما كان قصدي هيك.
كان قصدي الحرف الأول بالإنجليزي. يا أستاذ أنت فهمت غلط، هو بيعرف كل الأحرف الإنجليزية تبعك، هو دارس للصف الرابع. أنا بعرف الإنجليزي بالأحرف والأرقام، بدي إياك تعلمني أحكي فيها شوي. شو هالزلمة؟ شو قلت؟ زلمة مثلك قصدي، يعني أبضاي. ها؟ ما بيرضى يترك اللي بيحبها تعيش لحالها أبداً. معناتها أخي أكبر زلمة بالعالم كله، فهمت شو الموضوع؟ يلا يا أستاذ قوم هلأ، بدي منك تعلمه الشعر باللغة الإنجليزية. إيه بده سنة كاملة على الأقل. شهر واحد، يوم واحد، ساعة واحدة. قرون التور. شو قلت؟ قرون التور، هذا هو عنوان القصيدة. قرون التور معناتها اقرا قرون التور بسرعة مشان يحفظها. إيه قرون التور اللي معك ياها أنت وبتملكها. الشاب يلي دائما بيقول للبنت يلي بيحبها أنا تورك المفضل وأنت بتكوني قروني. هي القصيدة كتير حلوة، بس لما نكون سوا أنا وأنت منكون التور الكبير والقوي. هالحكي بيعرف، بس حلو كتير، حلوة قرون التور كتير. سمعنا اياها. سمعنا اياها. انت قبوني الحلوين كتير. قروني انا مو قبوني. انا ثورك الاوحد بالكون وانت قروني الحلوة. برافو عليك. ونحن الاثنين سوف نكون قرون الثور الأحلى. أنا تورك الأوحد بالكون وانتي قروني الحلوة ونحن الاثنين سوا رح نكون قرون الثور الأحلى. يلا كلنا سوا. تورك الأوحد بالكون وانتي قروني الحلوة ونحن الاثنين سوا رح نكون قرون الثور الأحلى. أنا تورك الأوحد بالكون رح نكون. شو هاد؟ هي رقصة الهيب هاب اللي حكيت لك عنها. يلا خلينا نرقص. ايه وقف شوي شبك. تعرف رقصة برافو ديفا؟ هي بدي اتعلمها كتير منيح. يلا رقص. بعرف شو عم بتفكر، بس اخي ما بيعرف يرقصها، وانت يبدو انك ما بتعرف ترقصها كمان. بس اذا حابب تضل ترقص لازم تعلمه اياها مشان اخي ما يعصب منك ويصير مشاكل. فهمت علي ولا لا؟ يلا. شو؟ هي الرقصة بدها اثنين يكونوا عم يرقصوا سوا. في شي حدا نادالي؟ انت هون بلشوا. هيك بكون اولا. ايوه شوي وهلا واحد اثنين. ايوه لا هيك عم توقع علي اصلا وعم تعمل حالك مقاصر. بعد عنا يا اخي، شو بدك فيها انت؟ هي بتضرب الصحة كمان. أهلين وسهلين، كيف عرفت إنه أنا كمان عم فكر فيك؟ أنا كتير معصب منك. إذا عاملة شي هذا حقك، بس قلي شو بقى؟ أنت ما حكيتي معي اليوم وباركتي لي. بارك لك، ليش عيد ميلادك؟ بس الأغنياء بيحتفلوا فيه. لا تخليني إزعل. فكري الشغلة كبيرة كتير. بتكون ربحت شي شغلة. احكي لي شو هي؟ القصة ما بتنحكى على التليفون حبيبتي. شيف راج؟ في واحد من رجالك ضخم وأصلع وله شوارب كبيرة، بخوف كتير. بقلك شو اسمه؟ ايه لحظة ثواني، انت قلي شو اسمك؟ عم قلك انت شو اسمك؟ ما بده يقول. خد حكي. ها هلا كمل. حبيبتي اليوم هو عيد حبنا الذهبي. حبنا الذهبي؟ شو قصدك؟ يعني أنا هلا عم بحكي معك بعد 5 ساعات و5 دقايق و5 ثواني من أول مرة شفنا بعض فيه أنا وأنت. شو رأيك؟ بس ليش عم تخبرني هالشي؟ عن جد هلا أنت فاجأتني كتير. لأنك أنت ما بتسمعيني كلام حلو أبدا. ليك الخطة عم تمشي مثل ما رسمناها تماما. هلا هو عم
أكيد عنده عقل بس ما بيستخدمه. إذا منضل هيك أكيد بجن ويمكن أكتر. إذا هيك معناها بدي بوسة حلوة منك. أها بوسة؟ لما أشوفك نحكي فيها نحن الاثنين. هلا بدي إياها. بس ما رح تنبسط. شو هذا كله؟ هاي شاندا شو صار لصوتك؟ انت يا ولد. يا حبيبتي انت، هذا اللقب إلك وبس. طمنيني، عرفتي كيف ترقصي؟ يلا هلا روحي تعلمي الطبخ. لأنه لما اتزوجك بدك تطعميني من طبخك الطيب. بس ليكي أنا بحب الفراريج كتير، لا تنسي. كل العالم كانت تحبه، بس ليش بيجيب المشاكل لحاله ما بعرف. عضلاتي لحالها أكبر من كل جسمه، وعندي عقل أكبر من عقله بكتير. كأنه هلأ بلشت المشاكل. بندو ايه قلي. على مهلك، معلوماتك كلها غلط ورح تعمل لنا مشاكل. بس لا تخافي، أنا رجال كتير منيح، وأنا بحبك. منشوف. سلام. بحبك أنا كتير. منيح. هلا بلش اللعب المضبوط ومنشوف كيف. وقاعد كمان هون عنا بالمحل هذا الولد؟ روحوا تحركشوا فيه، بعدين اضربوه. انا جبت له وابو ضيات بالدنيا كلها ليكسروه. اضربوه. اسمع، انت روميو راجكومار؟ ايه. مو هيك كنتوا تعملوا؟ ليك هلا شو بدي اعمل؟ شوف. لا تضربني، انا ما عملت لك شيء ابدا. تفضل. لا تخاف، اشرب. كنت عم فكر انه هذا القتل والضرب ما في منه فايدة ابدا. شو فيني اعمل من شانها؟ ولا شيء. بس اذا هي تزوجت شيفراج يمكن تعيش مرتاحة، وانا تشاندا اللي بدي اياها بهالعالم راحت. شو اعمل؟ لك انت كتير منيح، ما في احسن منك. ليش هيك عم تعمل يا شاتور؟ لا تنحني قدام اللي اصغر منك. تعال لضمك. يلا. انا رح صلي لك مشان تكون سعيد بكل حياتك يا راجكومار، وتضل حياتك كلها فرح. قلت لك ما بدي اكل، يلا اطلعي من وشي. شو في؟ راجكومار بعتها وقال لي بس تاخديها رح تدمع عيونك وتصيري تبكي، وانا ما بحب شوف دموع البنات ابدا. وقال لي كمان انك لازم تنسيه وتتجوزي. هو بعت لك هي الهديه مشان تضلي تتذكريه فيها وما تنسيه بكل حياتك ابدا. هاد ليكو هون. شوفي اضربوه. شو عملت انا؟
معلم انا شو عملت؟ ما دخلني بشي، ما دخلني بشي. شو هاد؟ لا تصدقي اللي قال هالحكي لأنه كذاب. هذا أنا. نحن أكيد رح نتجوز بالدوسيرة. ايه فهمت. تمام. هلا اضربني اضربني. بستاهل. انا بعرف اني بستاهل. هلا عرفت ليش. تعال انت كمان. تعالوا اضربوني كلكم. انا اتركوه الحقوني. يلا. وانت كمان. يلا تعال انت كمان. يلا تعالوا اضربوني كلكم. لازم انضرب. كل الخطوط بهذا الموبايل متاحة لك بس يا أستاذ. معناها تعي وخليني أشوفك شوي، شو رأيك؟ بس مجنون. ليش؟ تعي نشوف هذا القسم فيه شغلات كثير حلوة. أهلين أستاذ، أهلين فيك. أستاذ نحن مبسوطين لأنك اخترت محلنا لتجهز لعرسك منه، كثير مبسوطين. شو هالوش الحلو يا عروس؟ ما عم بقدر شيل عيوني عنك. آسف أستاذ، شو بقدر ساعدك؟ بدي اياك تورجيني احلى واغلى اواعي موجوده بمحلك. تفضل لهون استاذ، تفضل. شوف هاد كثير حلو. عن جد حلو. لا تضل حواليهم مثل اللي قاعد على قلبهم، ما عاد رح يعرفوا يشتروا اي شيء. تعا معي. تعا. بندو تعالوا نشوف موديلات الساري. موديلات حلوه. إذا بتريد أنا كمان بدي تشتري بس لي أنا ما ساري. بقدر أجيب لك ساري. بس أنت مالك بالعادة تلبسي هيك شيء. اي خلاص رح ننقي لحالنا. مين هاد؟ ما بيشتغل هون ولا حتى بعرفه. هذا حلو؟ يا سلام يا سلام، بلش قلبي يدق. حلو. بقدر جربه؟ هاي جهز لي هداك. هاي جهز لي هداك. حاضر حاضر رح يجهز. يلا جربي الساري. دير وجهك. لا تطلبي مني ديره أبدا. شو كأنك نسيتي إنه هالشغلات عادية وبتصير بين أي اثنين بيحبوا بعضهم؟ بعرف شو رح يصير إذا غيرت قدامك. يلا دور. إيه يلا. بس دديها. صورة. منيح هيك؟ مبسوط هلا؟ الشباب من هنيك يلا. شيلي عني استنى. شو عملتي؟ يلا روح من وشي. روح الحق راج كومار واهزمه مثل الرجال، وبعدين ارجع لعندي.
بتعرف إذا قدرت تعمل هيك رح اتزوجك واشلح الساري كمان. ليش هيك عمي؟ في عنا شوية بقرات صغيرة فينا نسيطر عليها بالحكي، بس في شوي تانية خارجة عن السيطرة وما بيتعامل معها إلا بالضرب. بس لو كانوا أهلي لسه عايشين كنت رح تعاملني بهالطريقة شي؟ بس أهلك مو عايشين هلأ، هن ميتين، وأنا المسؤول الوحيد عنك، وبدك تسمعي كلامي وتعملي مثل ما عملك. مفهوم؟ مفهوم؟ أهلك ميتين، هن ميتين، وأنت عم تغلطي. شو مفكرة حالك؟ شو مفكرة؟ هاي المسألة إلها علاقة بشرفي. ما فيك تعملي اللي بدك إياه، لازم تخبريني تعملي اللي بدي إياه وبس. شو مفكرة حالك؟ أنا صاحب القرار هون. إذا سمعت اسمه على لسانك رح تشوفي مني شي ما شفتيه من حدا بحياتك، فانتبهي على حالك منيح. ليكو شو حلو تصميم بطاقات العرس، توزعت بكل الضيعة. رح تشوفوا كيف رح يكون عرس تشاندا أحلى وأكبر عرس صار لهلا. أكيد رح يكون كبير. رح يكون بالعرس في ألعاب نارية فخمة، وبيكون روميو رح يموت من الغيرة. وقعت هون، بس الصوت جاي من هونيك. بدنا مي لنطفيها. معلمي، سيدي وينك؟ معلمي! هي، انت ليش جبتني لهون؟ ها؟ قل لي، انت ليش جبتني لهون؟ شو عم تحكي؟ ابني، عم بسألك سؤال، ليش جبتني لهون؟ ها؟ بس ليش؟ ليش عم تشلح اقشاطك؟ ها؟ ليش عم تشلح اقشاطك؟ عم بشلح القشاط لاني بدي اياك تضربني يا حماي المستقبلي. خود ضربني. انا يا ابني؟ ايه بابا، انت. بس انت اصغر مني بكتير بكتير. بس نقي طريقة ظريفة للضرب. طيب خليني ذكرك. هاتو بابا. انا اكبر منك. خود ضربني انت. لا. خود يا بابا. خود. إذا بتبعد خطوة واحدة من هون رح تشوف شي ما بيعجبك ورح يقتلك. أنا لساتني هون. لما اجي لعندكم وبدي اتزوج تشاندا، اذا بلاقي خدش واحد على جسمها رح اسلخك انت وعايش لتموت. واذا اهلها ميتين تذكر اني موجود. ماشي، فهمت عليك. خلينا ندور عليه ليه.
كأنه كلابك شمت ريحتك. انتبه تحكي شي وإلا رح أقتلك بنص أرضك. ما رح أحكي شي. يلا يلا خلينا ندور عليهم هيك. يلا معلم وين كنت؟ إيه صرنا شي 3 ساعات عم ندور عليك. ما عاد تسألوا شي، بحياتي ما شفت المعلم معصب لهالدرجة. ماشي، لك شوف عيونه شو حمر، حاسس رح ينفر الدم منهم من العصبية. أنا بخاف اطلع فيه وهو معصب. معلم لا تعصب، بس كنا خايفين عليه كتير. ضربني. ماما وبابا شوفوا هون. معلم اجا شفراج ليشوفك. روح روح قل له جاي. طيب حاضر. لا ما عم ببكي، لا. هالغبي راج كومار كان عم بيهددني. شو بابا؟ بس أنا ما خفت منه أبدا، قلت له إنه تشاندا ما رح تتزوج غيرك أنت. وكنت رح أقتله على الخالص طبعا، وبعدين وصلوا رجالي. هالتافه هرب مني فورا، بس لو تأخروا شوي كان خلص كل شيء. بالنسبة لألو ما قلت لك النجوم كلها واقفة حدك، بس انت ما سمعت مني، واي شخص تحت حمايتك مستحيل اي حدا يقدر يأذيه ابدا، والتنبؤات كلها صحيحة ومستحيل تكون خطأ، وانا خبرتك كل شيء بالتفصيل، مزبوط ولا لا؟ ها؟ تقدر تقول لي شو هاد لكان؟ يا كذاب، قلت لي مستحيل تتأذى أبدا، بس هو جلدني مثل الحمار، كل شي بجسمي عم يوجعني. ليك ولا إذا تنبأت بشي بعد هلا وطلع غلط راح كسر لك أسنانك، فهمان؟ راح كسر لك أسنانك. شو هالدخان هاد؟ ولا خدش بجسمك. خلص انت لا تنزعج ابدا، انا رح اهتم بالموضوع، وعد. كيفه حبيب قلبي روميو؟ بدك تروح معي نصلي بكره؟ وليش لا نصلي؟ شو بدنا نتزوج؟ قربان بارفاتي بكره، وإذا أي حبيبين حضروا القربان مع بعضهم مستحيل يقدر حدا يمنعني. عيشوا سوا بسعادة. لا تنسى تجيب معك ساري وعقد لإلي مشان القربان بتعرف. تأمري حبيبتي، نلتقي بكره بالساحة مثل العادة ومنروح سوا، اتفقنا يا عمري؟ أعطيني بوسة. أوكي اتفقنا.
يلا اليوم قربان بارباتي ولازم نروح نصلي. وإذا حبيبين حضروا القربان مع بعض مستحيل يقدر حدا يمنعهم من إنهم يعيشوا سوا بسعادة، ما هيك؟ وليكي جبت لك ساري أحمر مع العقد كمان. مشان القربان بتعرفي. بس نتجوز بدنا نقضي شهر العسل تبعنا بباريس، وبغرفتنا الصغيرة رح نكون أنا وياكي لحالنا يا حلوة. وأول شغلة رح أهجم عليكي، وبعدين رح أعانيك، وتاني شغلة رح بوسك. وعن جد رح ننبسط كتير. لحظة، مرحبا روميو، حبيبتك الحلوة رايحة تصلي مع شيفراج، ومو بس هيك رح تحضر القربان هي وياه كمان، وشيفراج شخصيا رح يصلي لك وتنبسط بحياتك. تفضل خذ احكي معه. كيفك يا حلو؟ ليك أنا تعلمت الطبخ. بتحب الدجاج المطبوخ مع الخبز ما؟ رح أعزم كل العالم عليه بعزاك عن قريب. اسمعوني كلكم، إذا فزت أنا بهي الانتخابات رح طعميكم كلكم على حسابي، وبنعمل 100 حفلة باليوم لحتى تنبسطوا، وشو ما بدكم أنا حاضر. انتوا بس قولوا شو ناقصكم. هاي يا نصاب، اسكت بقى. وعدتنا بكتير قصص المرة الماضية وما عملت شي منهم، وإذا كذبت علينا مرة تانية الرجالي رح يعرفوا يتصرفوا وراح يضربوك قتلة. هجموا عليهم، هجموا. خلاص يا شباب، يلا يا شباب هجموا عليه. مو هدول بس، لسه في عندي رجال أكتر منهم بكتير، وراح يقتلوكم كلكم. عم تفهموا؟ شكله رح يورطنا. شو عم تستنوا؟ يلا قوموا قوموا، تحركوا، خلصوني. يلا يلا روحوا من هون. شو هذا؟ سيدي هي شيفراج جاي. هي سيارة شيفراج؟ يلا بعده يلا على السريع اتحرك. بعده. اسفين بس في واحد من رجالك تعدى علينا. يلا يروحوا هلا، خلصني. نلعوا. حاضر. هدول الزعران ما كانوا رجال شيفراج، هذا الزلمه مسالم ما عنده هيك حركات. يلا يا جماعه انحلت القصه، يلا كل واحد على شغله. يلا لك وين راحت قلي؟ راج كومار اخذ جاندا وراح. يا قدير ارحمنا وباركنا. وين أهلك؟ ليش مو معك؟ لو كانوا أهلي عايشين كنت لقيتهم هلأ معي. تشاندا هي قريبتي الوحيدة هلأ. طيب وانتي؟ عيلتي عبارة عن عمي وهو مو هون. يلا بسرعة. إذا كنتي وحيدة فيكي تاخدي البركة من اللي أكبر منك. ليكن وصلوا الكبار ورح نبارك ولادنا. مرحبا يا قلبي، يبعث لكم حياة حلوة وسعيدة. مثل ما قلت لك يا بنتي. وين اختفى هذا الحقير؟ بس بدي افهم. مبسوطين، اتفقنا؟
تأخرت شوي صغيرة. روميو كان هون وخلصنا الصلاة. خلص لا تقلق يا ابني، من شوي اعطيناهم بركتنا للشاب والصبية ورح يعيشوا بسعادة أبدية. ايه صحيح، روميو جابني لهون، بس كيف بدي ارجع؟ بترجعني انت ما هيك؟ هي الحياة كان لازم تدور مع عقارب الساعة، شو تغير حتى صارت تدور عكسهم؟ مع السلامة. ليش واقف؟ يلا يا ابني. روميو قال لي انه رح ياخدني على بانكوك بشهر العسل تبعنا، ولما نكون بغرفتنا الصغيرة انا وياه لحالنا. قال لي اول شي انه رح يقرصني، بعدين رح يعانقني بقوة، واخر شي رح يبوسني. اوه انت فيكي تعملي اي شيء بيخطر ببالك قبل الزواج، بس رح اعطي 24 ساعة قبل عرسنا انا وياكي، وبعدين رح تكوني لإلي على طول، وما رح تشوفي خلقته. عم تفهمي؟ نلعب. بشارة تعال فورا على المركز، مسكنا روميو من شوي. صار فيك تخلص عليه بايديك، واكيد صار عندك علم انه ما حدا اقوى مننا. واخيرا وقعت بايدنا، نحن الوحيدين اللي عنا الحق بالقتل. لك مو تكون راج كومار، كون اللي اكبر منك كمان، وتاكد انه نهايتك يا حقير ما رح تكون غير على ايد الشرطة. عم تفهم؟ الو. ايه حاضر حاضر سيدي. على فكرة ما كنت رح اوقفك، بس لو قلت لي. أنا آسف، سامحني. طالع بتجنن، لابقت لك كثير. أنا؟ أوكي هيك تمام، ناقصني سلاح بس. طمني، كيف استعدادك؟ أنا دائما مستعد، لا تخاف. كل شيء صار وارد، ولما بيتغير الوقت حتى الضعيف بصير يقدر يوجه ضربة قوية. مثل هيك الفيران مثل شيفراج وبرمار قالوا لي مرة انه ممنوع ادعس برجلي على هاي الارض، بس انا مثل ما انك شايف عملت اللي براسي وما هاممني حدا ابدا، وانا بدي منك تكون مثلي تماما. فهمت علي؟ عرفتوا روميو صار من رجال اجيت تاكا، وهو جاي لهون حتى يقتلكم انتوا اثنين كمان. وديروا بالكم، اهم شيء عنده انه يستولي على المنطقة كلها، لا ياخذ كل الافيون الخاص فيكم ويتصرف فيه. برافو عليك روميو. امتى رح توصلهم؟ الافيون صار معي، امتى بدك بوصل لك اياه. واقف عندك. البضاعة كلها هون. لكن شو قصده؟ ليش حكى عن السرقة؟ حتى يلبكك يا حيوان، كان بس بده يعرف مكان البضاعة.
هلا بيكون عم ينقل البضاعة كلها. هي بضاعة شيفراج. ماني متفاجئ ابدا، اصلا كنت بعرف انه هاي المهمة رح تكون كتير سهلة على اقوى زلمة. يا معلم الشحنة فاضية. عندك علم انه انت اذكى من كل رجالي، ومع كل هالذكاء والشجاعة اللي عندك شيفراج خدعك. وانت بتعرف ليش يا ترى؟ كل هالشي صار مشان مرة، وانا لما كان عمري 18 سنة حبيت بنت ولحقتها 16 كيلومتر مشان نظرة وحدة منها. خلي الحب بجهة وشغلك بجهة تانية. الحب والشغل بحياتهم ما اتفقوا. ما قدرت وقتها اركز بشغلي، مشان هيك ما عاد تصرفت مثل ما بده قلبي. طبعا شغلت عقلي بس، وقتلتها يا صاحبي. وليك انا وين صرت اليوم، وانت قتلها كمان رح تصير انجح مني. شو رايك؟ كأنه ما عجبك هذا الحل؟ مشكلتك الوحيدة هي الحب، ومشكلتي الوحيدة الخسارة. ممكن أعمل أي شيء حتى فوز، عم تفهم؟ الحب خلاك بلا فايدة ورجال بالشكل وبس، ولولا كان ممكن تكون أنت أكتر زلمة بعتمد عليه. اجيت تاكا كان بده الافيون، وانت بدك تشاندا. انا الفايز وانت الخسران. أمثالنا بلحظة ممكن يحولوا عداواتهم لصداقة يا فهمان. واحد رخيص وتافه مثلك بده 100 سنة حتى يفهم هالشي. قولي لشوف مين ربح. احكي لشوف.
مين ربح؟ مين ربح؟ أنا ولا هو؟ انت ربحت. انت ربحت. يلا روح اركبي بالسيارة، الشمس حامية. لا، اتركه بترجاك، اتركه. خلص رايحة رايحة رايحة، بس اتركه. لا. خذوه من هون وادفنوه فوراً. مبروك علينا صداقتنا الجديدة يا شفراج. ألف مبروك. وأخيراً حصلت على البنت وعلي كمان. إمتى رح تتزوجوا؟ هاي الليلة. جاندا إليو بس. لما قتلت راجكمار كل العالم عرفت مين أنا بكون، واليوم رح أثبت لك إلك. بيندو، خذي العروس وجهزيها منيح. حاضر. أوه. اليوم عرسي وبدي ارقص. انت ليش عم ترقص؟ كيف عايش لهلا؟ يلا اطلع! يلا يلا. هي ضربوا لها الكلب. انتوا كلكم اعداء بس قدرتوا تتحدوا مشان مصالحكم، ونحن اكيد فينا نعمل نفس الشيء كمان مشان الرفقة. هاي! شوية فيران بدهم يواجهوا أكتر زلمة قوي هون؟ هاي المرة راح. شفراج! إذا كنت بقدر أعمل أي شيء مشان المصاري، فشو متوقع إني أعمل مشان الحب؟ العرس رح يكون بالدوسيرة مو هيك؟ جهز كل شيء مكانك وكل شيء بخصك، بس تشاند إلي وبس، لا تحلم فيها.
وامنعني إذا قدرت. ايه يلا روح من وشي، روح الحق راج كومار وهزمه مثل الرجال، وبعدين ارجع لعندي. تعرف إذا قدرت تعمل هيك رح اتزوجك واشلح الساري كمان. لا عم ما اغباك، لك شو مو عرفان وين انت جاي؟ حاجه حكي بلا طعمه. انا بورجيك يا حقير يا جبان، رح اجيب حبيبتك واعتدي عليها قدامك وتشوف. هيك رح تكون نهايتكم إذا ما نفذتوا الأوامر. هي نهاية كل واحد بيتكبر على أسياده. أنتوا شوية ناس جبناء فكرين حالكم أبطال، ما؟ لك كلكم بتخافوا من خيالكم وما في فايدة منكم. هلا انت خسرت. شو؟ وجعتك ما هيك؟
قربت نهايتك. صار دوري. برافو عليك راج كومار، برافو عليك. انسى كل شي صار، خلص راح. طبعا ما في أي مشكلة شخصية بيناتنا، كل شي عبارة عن شغل. من لما تعرفت عليك قلت إنك غير الكل ورح تكون بطل، ما في مجال. هلأ تأكدت إنه انت خراس.